فيقولك احمدي ربنا اني بعاملك حلو اصلا ومش بشتمك ولا بضربك زي ما بيحصل مع صاحبتك من جوزها. ما ينفعش تحكي لجوزك عن مشكلة بين صاحبتك وجوزها إنه شتمها مثلا أو ضربها أو أهانها لسببين. السبب الأول إنها استأمنتك على سرها وعلى مشكلتها. السبب التاني إن بعض الأزواج لما بتسمع الكلام ده تيجي تحصل بعد كده مشكلة بينك وبينه أو أي موقف وتحب إنك تعديه، إنه غلط في حقك مثلا أو زعلك، فيقولك احمدي ربنا إني بعاملك حلو أصلا ومش بشتمك ولا بضربك زي ما بيحصل مع صاحبتك من جوزها. تاني حاجة المفروض ما تحكيهاش لجوزك هي المشاكل اللي بين أهلك أو أي موقف وحش حصل من حد منهم، لأن بعد كده ممكن يعايرك بده وبالمواقف دي حتى لو المشاكل دي بين أهلك وانت ملكيش أي دخل بيها. تالت حاجة ما توصفيش صاحبتك الجميلة الشيك الحلوة قوي لجوزك وتتكلمي معاه عن قد إيه هي ذكية ولبقة ومهتمة بنفسها وبيتها، حتى لو انت بتحبيها وعلاقتكم كويسة، لأني هيبدأ بعد كده يدور على الصفات الجميلة دي فيكي انت ويقارنك بيها ويبدأ يركز معاكي، وخاصة لو انت ما عندكيش ثقة في نفسك. ما تلفتيش نظر جوزك لعيب في شكلك أو جسمك، يعني مثلا لما تقولي له بص أنا تخنت ازاي، هو شايفك وعارفك على فكرة ومتقبلك ومش متضايق، لكن لما تقولي له كده هيركز معاكي ويحس فعلا انت تخنتي فعلا. لا بالعكس، لازم تكوني واثقة من نفسك وحابة شكلك ونفسك وبتحترميها عشان الناس كلها تشوفك كده وتحبك وتحترمك. وده مش معناه انك تخبي على جوزك وتبقي مش صريحة معاه في كل حاجة، لا انا بقول ان في حاجات ملهاش لازمة تتقال عشان بعد كده ما يحصلش مشاكل.